10 قواعد لتتجاوز فقرك وتصبح قويا ماليا، والقاعدة الأخيرة هي الأهم. أولا، لا تقم أبدا بترقية نمط حياتك بسرعة كبيرة، ولا تعيش عيشة الأغنياء ومدخولك محدود للغاية. عليك أن تتحكم في إنفاقك قبل أن يتحكم إنفاقك فيك. ثانيا، لا تعرض نفسك للإفلاس وأنت تحاول أن تبدو غنيا. ثالثا، الزواج من الشخص المناسب هو أحد مفاتيح بناء الثروة، لذا أنصحك أن تختار شريك حياتك بعناية. رابعا، لا تعتمد على مصدر دخل واحد لأنه قد ينقطع في أي لحظة. تذكر مثال: لا تضع كل البيض في سلة واحدة. سادسا، لا تعتمد على مستوى معيشي أكبر من راتبك أو أن تنفق أكثر مما تكسب، هذه للعادة ستبقيك في الفقر مدى الحياة. سادسا، تذكر أن الهدف هو أن تكون غنيا وليس أن تبدو غنيا، لذلك توقف عن شراء أشياء لا تحتاجها لإثارة إعجاب الناس. سابعا، تذكر القاعدة رقم 1 في الإدارة المالية: أنفق أقل مما تكسب. ثامنا، قم بتوفير ما يصل إلى 20% من دخلك، من هنا ستبدأ في جمع رأس مال لبناء ثروتك شيئا فشيئا. تاسعا، حافظ على التعلم المستمر والانفتاح على المجالات الجديدة، يمكنك مضاعفة دخلك بسهولة من خلال تعلم أشياء جديدة. عاشرة، تذكر أن الثروة لا تتعلق فقط بكسب المال، التمتع بصحة جيدة ووجود عائلة وأصدقاء جيدين حولك وزوجة مخلصة لك هو شكل من أشكال الثروة الذي لا يتحدث عنه أحد. إذا كنت لا تتابعني بعد، فمن المحتمل أنك لن تراني مجددا.